guys, today's video is gonna be about how to improve your English from zero to hero. Actually, my English is not hero, but I'm trying to do my best. And for all those people who start to say, okay, your English is good because of courses. Your English is good because of private English schools. And to be honest with you, that's not true. I was studying at Arabic public schools. And for all those people who start to say, you are reading from a paper. Oh my god. Actually, no, I'm not reading from any paper. That's my English, guys, okay? And even though my English is not that good, but all the people, or most of them, say those things. So guys, stop saying that shit. So let's get started. مدخلات ومخرجات. لو انت مستواك مبتدئ فمن احسن الحاجات اللي المفروض تعملها في حق نفسك علشان تتعلم الحاجة اسرع هو انك تتعلم من اخطاء الناس اللي قبلك، وكمان تستفاد من تجاربهم في تعلم الحاجة اللي انت نفسك تتعلمها. علشان كده انا حابة النهاردة جاية اقول لكم تجربتي واقول لكم انا ازاي بتعلم اللغة الانجليزية علشان اساعد ناس كتير منكم ان هم كمان يتعلموا اللغة. فلو انتوا مهتمين بالموضوع ده تابعوا الفيديو للاخر. انواع الناس اللي بتحب تتعلم اللغة هما نوعين. النوع الاولاني هو اللي بيحب يتعلم بطريقة ممتعة وبيكره خالص الطريقة الاكاديمية وما بيحبش ان هو يمسك ورقة وقلم وهو بيتعلم. والطريقة التانية هي الطريقة الاكاديمية اللي بيحب ياخد كورسات ويبدأ يسمع ناس بتشرح له ويكتب ويخطط ويعمل الحاجات دي. وانا الصراحة شخصيتي كنت بحب اعمل الاتنين. في فترات كده ببقى حابة ان انا مثلا امسك ورقة وقلم واذاكر واعرف قواعد جديدة واعرف expressions جديدة، وفي اوقات تانية لا، ارجوكم ابعدوا عني الكتب، انا مش عايزة كتب قدامي دلوقتي. فاذا كان ده او ده فانا هقول لك تعمل ايه بالظبط علشان تتعلم اللغة الانجليزية. خلينا اول حاجة نبدأ بالطريقة الاكاديمية. يعني ايه طريقة اكاديمية؟ يعني كراسة وادوات ومصدر بتذاكر منه. بالنسبة للمصادر اللي ممكن تذاكر منها في الطريقة الأكاديمية هي يا إما عن طريق كتب أو عن طريق كورسات. بالنسبة للكتب اللي أنا بستخدمها فأنا الصراحة الحقيقة بنزلهم أونلاين، فلو أنتوا عايزين كل الكتب أنا هحط لينكاتها تحت في الديسكريبشن بوكس علشان لو أي حد عايز يشتري أو ينزل أي كتاب فيهم. وبالمناسبة الحلقة دي هيكون في حاجات كتير جدا في الديسكريبشن بوكس فركزوا معايا قوي. ده بالنسبة للناس اللي هي بتحب تذاكر في الكتب وتخطط وتعمل الحاجات دي. ولكن في نوعية تانية من الناس ما بتحبش كده، واكتر طريقه بتحب تتعلم بيها هي انها تسمع حد بيشرح لها. طب يا ترى اسمع مين اونلاين ويكون بيعمل كورسات كويسه وكمان ببلاش؟ الصراحه من تجربتي انا ومن اكتر الكورسات اللي نفعت معايا بشكل كبير جدا وخصوصا في فتره لما كنت فيها مبتدئه هي قناه The American English. هي القناه الوحيده اللي قدرت انها تاخد بايدي من المستوى المبتدئ للمستوى المتوسط، لان اغلب الكورسات اللي بتبقى موجوده على النت ممكن تكون مثلا لاجانب، فانا بيكون مستواي مبتدئ ومش قادره افهم الاجانب، وفي نفس الوقت المحتوى العربي اللي موجود في الموضوع اللغه الانجليزيه مش كلهم بيبقوا احسن حاجه ان هم ياخدوه بايدك من مستوى لمستوى تاني. قناه The American English وتطبيق The American English هو اللي ساعدني بشكل كبير جدا ان انا يخليني اعدي المرحله دي. فلو وصلت للمستوى الثالث في The American English الموضوع هيبقى كويس معاك جدا، وهتبدأ تنطلق بقى انت وتعيش حياتك لوحدك بدون اي كورسات او حتى تسمع كورسات لاجانب. ولكن تيجي المشكلة هنا بقى، انا ما بعرفش اعمل ايه مع The American English. بكسل، ما بعرفش امشي ازاي، مش عارف ايه الخطة اللي امشي عليها، مش عارف ابدأ منين. كل الحاجات دي انا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، هسيب لكم الفيديو هيظهر لكم هنا او هنا في الاي، تقدروا انكم تروحوا تشوفوه بعد ما يخلص الفيديو ده على طول. لان انا برضو ما كنتش عارفه ابدا الموضوع ازاي، وكنت دايما بحس ان انا متلخبطه، ولكن بعد ما عملت شويه خطوات وكمان الخطه اللي انا مشيت عليها قدرت ان انا انجز بشكل كبير جدا. وبعد كده بعد ما خلصت خلاص The American English بدات ان انا احس نفسي ان انا بدا الانجليش بتاعي يتطور، وبدات ان انا افهم الاجانب نوعا ما، فبدات ان انا اسمع بقى قنوات لناس اجانب على اليوتيوب برضو فادوني بشكل كبير جدا. برضو هحط لكم كل اللينكات بتاعت القنوات اللي استفدت منها تحت في الديسكريبشن بوكس. لكن نيجي بقى على الجزء الثاني، لو انا شخص بيحب ان هو يتعلم بطريقه ممتعه وما بيحبش ان هو يمسك ورقه وقلم اثناء المذاكره، ففي الحاله دي المفروض ان احنا نعمل ايه؟ لازم يا جماعه تكونوا عارفين ان اللغه الانجليزيه هي عباره عن 4 مهارات: speaking, listening,
reading and writing. فلازم علشان نبدأ ان احنا نشتغل على كل مهارة لوحدنا بدون اي كورسات، يبقى لازم ان احنا نهتم بالاربع مهارات دول. اعرف ازاي اطور لغتي الانجليزية، لازم اعرف شوية حاجات مهمة جدا. ان مهارات اللغة الانجليزية عندي input و output، مدخلات ومخرجات. المهارات المدخلات عندي زي مثلا الريدنج والlistening، القراءة والاستماع. بينما المخرجات عندي زي writing والspeaking، الكتابة والتحدث. واهم مهارتين لازم اهتم بيهم علشان اتعامل باللغة هي listening والspeaking، اللي بيهم هقدر احسن عندي القراءة والكتابة كمان. وبعد ما عرفت الحاجات المهمة دي، دلوقتي هنعرف ازاي نقدر ان احنا نطور لغتنا الانجليزية وايه الخطة اللي نمشي بيها. لو مثلا انت هتدرب الانجليزي ساعة عندك، فهنقدر ان احنا نقسمها بالشكل ده. لو انت مستواك مبتدئ فهنقسم الساعة بالشكل ده: نص ساعة استماع، ربع ساعة تحدث، و10 دقايق قراءة، و5 دقايق كتابة. ولو انت مستواك بدأ يتحسن شوية، فهنبدأ ان احنا نقسم الساعة بتاعتنا للتعلم بالشكل ده: تلت ساعة استماع، وتلت ساعة تحدث، و10 دقايق قراءة، و5 دقايق كتابة. لان كل مستواك ما بيتحسن كل ما هيكون عندك مدخلات كتير جدا، فبالتالي هتقدر انك تطلعهم على هيئة كلام. وطبعا كل ما بتزود عدد ساعات التعلم كل ما بتتعلم. نخش بقى على مهارة ازاي هنقدر نطورها. فلو انت شخص مثلا بتحب انك لما تتعلم اللغة او عايز تسمع حاجة معينة، بتحب انك تسمعها عن طريق شخص بيشرح لك الحاجات او الاكسبريشنز اللي موجودة، او ازاي الاجانب بيستخدموا اللغة دي، او كمان يعمل لك اسئلة في النص ما بين المشاهد، فتقدر في الحالة دي انك تتفرج على قنوات زي Learn English with Movies او Learn English with Cartoon او Learn English with TV Series. القنوات دي بتعمل اصلا بتخليك انك تتعلم بالطريقه دي، بطريقه انها تسالك، بطريقه انها بتقول لك نوتس تقدر انك تكتبها، او بطريقه عن طريق مثلا تعمل لك نطق. ولكن لو انت برضو شايف ان الموضوع ده ممل شويه، فتقدر في الحاله دي تتفرج على حاجات عادي، افلام او مسلسلات. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه جدا: انت بتتفرج على افلام ومسلسلات لازم تخلي السبتايتلز من تحت انجلش مش عربي. تيجي تقولي طب انا ازاي هفهم هما بيقولوا ايه؟ في الصراحة انت مش محتاج انك تفهم هما بيقولوا ايه، انت محتاج تعرف كل كلمة بتتنطق ازاي في الاول. مش محتاج انك تفهم اي حاجة غير انك تعرف الاجانب بينطقوا كل الكلمات ازاي. ويا جماعة ارجوكم ما تحسوش ان الموضوع معقد ومستحيل انه هيتعمل ومش هقدر اطور لغتي بالطريقة دي علشان انا بتفرج على حاجة من انجليزي ازاي هطور لغتي. في الحالة دي انا عايزة اسألكم سؤال: في اشخاص كتير جدا ما بتكونش عارفه لغه معينه وبتروح تسافر للبلد اللي فيها اللغه دي علشان مثلا تشتغل او عشان سياحه او ايا كان. المهم انها اول ما بتبدا انها تعيش هناك، في الاول ما بتكونش عارفه حاجه، ولكن بتاخد شهر واحد بس تقريبا وبتبدا تعرف كل حاجه. مفيش حد بيترجم لها حاجه، مفيش ترجمه تحت الناس من تحت كده هم بيتكلموا. قدامك ناس بتتكلم بالسرعه العاديه حتى ما بتبطئش طريقه الكلام بتاعها. فحابه نقول لك ان دي حاجه اسمها البرين ستورمينج. لما الدماغ بيلاقي ان هو اتورط في حاجه معينه فبيحاول ان هو يتاقلم معاها. انت وبتسمع فيلم ومخلي السبتايتلز تحت بالعربي، فدماغك مرتاح، هو عمال يقرا الترجمه وخلاص ومش هيتعلم حاجه ومش هيركز حتى هما بيقولوا ايه. ولكن لما بيلاقي الكلام تحت باللغه الانجليزيه بيحاول انه يفهم وبيحاول ان هو يتاقلم ويبدا يخزن معلومات جديده علشان يقدر يتاقلم مع الوضع اللي هو موجود فيه. عارفه يا جماعه ان ممكن الموضوع تكونوا مستغربينه في الاول زي ما انا كنت مستغرباه برضو، ولكن جربوه واستمروا عليه لفتره معينه وهتلاحظوا الفرق. ولكن لو انتوا اشخاص مثلا ما بتحبوش الافلام والمسلسلات زيي، فتقدروا في الحاله دي انكم تسمعوا فيديوهات اليوتيوب. الصراحه فيديوهات اليوتيوب ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا اعرف المصطلحات اليوميه بتاعت الاجانب، وكمان ايه اسماء الحاجات اللي موجوده في المطبخ مثلا او الحاجات اللي موجوده في السوبر ماركت. فساعدتني بشكل كبير جدا برضو ان انا اطور لغتي بشكل كويس. وده غير ان انا بقدر اعمل سبتايتلز انجلش من تحت بكل سهوله، فانصحكم انكم تعملوا كده. المهارة التانية هي مهارة الكلام. علشان تطور مهارة الكلام بتاعتك يبقى لازم تتكلم طبيعي. ففي الحالة دي تقدر انك تتكلم مع ناس عن طريق البرامج الكتيرة اللي موجودة دلوقتي. بقت دلوقتي على الانترنت عادي تقدر انك تستخدمها، اذا كان مواقع السوشيال ميديا العادية او اذا كان مواقع مخصصة اصلا لتعلم اللغة الانجليزية والناس بتدخل فيها علشان تمارس اللغة. لو عايزين اي ابلكيشنز من اللي بتعمل كده برضو هحطها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، تقدروا تحملوا اي ابلكيشن فيهم من الابلكيشنز اللي انا شفتها كويسه ليا. تقدروا تحملوا اي ابلكيشن فيهم وتبداوا انكم تستخدموهم، هتستفادوا جدا. نيجي بقى للمهاره الثالثه الا وهي مهاره القراءه.
مهارة القراءة، أنا عن نفسي بحب أقرأ روايات بشكل كبير جدا، خصوصا في اللغة الإنجليزية، علشان ما يحسسنيش بالملل، ولو في حاجة مثلا ما عرفتش معناها فمش هحتاج إن أنا أروح أترجمها، مش هحتاج إن أنا أفهم كل النقاط اللي موجودة في الكتاب. الروايات بشكل كبير جدا هتساعدك. ولكن المشكلة اللي هتقابلكم هو أنتوا أصلا إزاي تختاروا رواية بالنسبة لمستواكم. يعني أنا مستواي كذا، هختار رواية إزاي؟ فلو انتوا شايفين انكم هتواجهوا مشكله زي دي، تقدروا انكم تشوفوا برضو الفيديو اللي هيظهر لكم هنا او هنا في علامه الاي. تقدروا انكم تروحوا تشوفوا برضو بعد الفيديو ده، هتستفادوا منه جدا، وهتعرفوا ازاي انكم تختاروا الروايه المناسبه لمستواكم، وازاي تقروا الروايه بحيث انكم تستفادوا منها باكبر قدر ممكن من المصطلحات. بالنسبه بقى لاخر مهاره، هي مهاره الكتابه. مفيش حاجه هتقدر تعملها في مهاره الكتابه غير انك هتعمل مثلا جورنالينج، تخصص كراسه معينه تكتب فيها كل يوم كل حاجه انت حاسس بيها، مثلا تكتب يومك ماشي ازاي، وجهه نظرك عن حاجه معينه باللغه الانجليزيه كل يوم لمده 5 دقائق. هيبقى كويس جدا جدا جدا، وهيطور معاك اللغه بشكل كبير جدا. او انك مثلا لو ما بتحبش تكتب قوي، فتقدر انك تعمل تو دو ليست على الاقل، يعني التو دو ليست بتاعتك اليوميه اعملها باللغه الانجليزيه بس. وبكده يكون الفيديو خلص. قولوا لي الفيديو اللي جاي عايزينه يكون عن ايه، اكتبوا لي تحت في التعليقات. انتوا بجد اللي بتلهموني ان انا اعمل افكار جديده، ولو عندي اي حاجه بجد اقدر اساعد بيها ما بتاخرش، وباجي بساعد بيها على طول. وكمان يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى تيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا، لان مش كل الفيديوهات الشورتس بنزلها هنا على اليوتيوب. فتقدروا انكم تروحوا هناك علشان تشوفوا الفيديوز دي. وكمان اعملوا لي سبسكرايب هنا على القناه علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، وكمان اعملوا لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ويا ريت كمان ما تدخلوش عليا بشير، كل الحاجات دي بجد بتساعدني بشكل كبير جدا. بس كده عشان ما اطولش عليكم كتير، اشوفكم فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام. Damn. Yeah. Yeah.